ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد معانا النهارده. سوري، بقالي اسبوع ما نزلتش علشان كان عندي تربيه عسكريه، كنت بحمي الوطن، فبقالي اسبوعين بحمي الوطن فمعرفتش اصور حاجه. يعني كانت حياتي كلها اصلا لابسه نفس الاوتفيت. الحمد لله. المهم، خلصت يوم الاربع وكنت بتعافى نفسيا من الاربع الى النهارده الجمعه اهو. واكشلي انا لسه ما تعافتش نفسيا، بس يعني الحمد لله. انا عشان اوصل لمرحله ان انا اصور دي تعبت. بلس ان دي تالت مره اصور نفس الفيديو. اول مره شفت انه مش بيصور، تاني مره صور بس غلط. يا رب بقى المره التالتة، لان انا مش عارفه ممكن يحصل لي حاجه تاني يعني. المهم، النهارده عندنا الجزء السادس من روايه معسكر الفزع. النهارده معانا الجزء السادس، بس عايزه اكلمكم في حاجه الاول. بالنسبه للناس اللي في ثالثه ثانوي لسه نتيجتهم طالعه، ألف مبروك عشان انتوا خلصتوا سنة مهمة بالنسبة للمجتمع. قد تكون مش مهمة بالنسبة لكم قد ما هي مهمة بالنسبة للمجتمع، فانتوا اتبسطوا. ايا كان النتيجة اللي هتطلع هي احسن حاجة ليكم بجد والله. ومش هتعرفوا الموضوع ده الا بعد فترة. ممكن في الاول هتزعلوا وهتتضايقوا وهتعيطوا. اوكي، ازعلوا واتضايقوا وعيطوا. مادام انتوا تعبتوا فحقكم انتوا تزعلوا، بس اللي انتوا ما لقيتوش نتيجة فورية. بس هتلاقوا النتيجة كده كده، ان ربنا عادل يعني، فهو مش هيساوي اكيد حد غش. الغش ده ما تقلقش ما تقلقش، هيدخل الكلية هيتشقلب يعني. الكلية مفيهاش هزار يعني. حد غش ودخل طب ولا دخل هندسة حكومة ولا وات ايفر بقى، ربنا كرمه وعمل ايه. يعني انا السنة اللي فاتت كان عندي غش، انا معرفش السنة دي كان عندكم غش ولا ايه الصراحة. ايا كان النتيجة، حتى لو انتوا شايفين فيها ظلم ليكوا، انتوا اهم حاجة ما غشتوش. بدل انتوا اتعاملوا مع يعني مع ربنا، يعني متعاملوش مع بشر. مالكوش دعوة بالبشر. غشتوش عشان غش انتوا عارفين ان هو حرام وان هو مش عادل. يعني ان انتوا تغشوا دي حاجة مش عادلة بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لكم. فأي نتيجة هتطلع هتكون هي المناسبة ليكو، وهتكون هي أحسن حاجة ليكو. حتى الكلية اللي هتدخلوها إن شاء الله في المستقبل هتكون هي أحسن حاجة ليكو، سواء انتوا ما كنتوش تستحملوا كلية حكومة، أو سواء انتوا مثلا محتاجين حاجة دلع شوية. إن شاء الله في المستقبل هتتبسطوا. وممكن تكون الكلية دي مكانتش مناسبة ليكو وانتوا أصلا مش بتحبوها، بتحصل يعني. ف ايا كان اتبسطوا، وان شاء الله مستقبل في حاجات كتير قوي اتعمل يعني. المهم، النهارده الجزء السادس من معسكر الفزع. ما نبتدي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اكتبوا لي في الكومنتس الحاجات اللي انتوا عاوزينها لو في عندكم اي افكار. واستنوا الفيديو الجايه. بس كده، يلا بينا. هنا في الجزء اللي فات على ان جي كان بيسأل بيلي لو هيروحوا معاه المخزن. بيلي قال ان هو مش عاوز يروح المخزن. روجر قال بصوت واطي ان بيلي جبان. بيلي سمعه وقال ان هو مش جبان ولا حاجة، هو تعبان بس. وهو قاعد كده كان بيحاول يسمع الصوت اللي كان سمعه لما كان ماشي مع مايك، بس ما سمعش اي حاجة. كان زعلان قوي عشان صاحبه مايك اختفى فجأة. جي قال انه كويس وان كده الخيمة بقت اوسع. كولين بقى ما كانش بيتكلم خالص، كان قاعد في كورنر لوحده وما كانش بيتكلم، وكان باين عليه ان هو تعبان جدا. روجر وجي ان هما يخرجوا من الخيمة علشان يروحوا المخزن. بيلي وكولين كانوا بيتفرجوا عليهم من الشباك، وبيلي قال لكولين ان شكله كده المخزن هيطلع فاضي ومفيهوش حاجة اصلا. فجأة سمعوا صوت صرخة مرعبة جدا، وبيلي وكولين خافوا جدا. وبعدين سمعوا نفس الصرخة تاني. بيلي سمع صوت جي وهو بيطلب النجدة. طول بيلي ما ترددش مع انه كان خايف قوي، وحاول يخرج علشان ينقذ جي، وما هموش الاشواك اللي كانت على الارض اللي كانت بتشوك رجله. وفجأة وهو خارج وكان وراه كولين ماشي وراه كده وهو خايف، لقى جي جاي عليه وبيجري جامد قوي. جي بيقول ان في حد هجم على روجر. فكولين سأله هو مين ده، فجي كان خايف ومغمض عينيه وقال انه ما يعرفش، بس في حد مسك روجر وزقه لجوه. جي فضل يعيط وهو مغمض عينه، وفجأة فتح عينه وقال ان الراجل ده هيجي عشان يهجم علينا احنا كمان. وبعدين بدأ جي يتعب ويتوتر ووقع على الارض، ومسكوا بيلي وفضل يزقه كده لحد ما دخلوا الكابينة رقم 4 اللي كانوا قاعدين فيها في الأول. وبعدين الصوت اختفى تماما شوية، بعدين ابتدى يرجع تاني بالتدريج. فضل يعلى ويعلى لحد ما خلى الأطفال يصرخوا جامد جدا ويخافوا. وقال جي وهو خايف ان هو ده الرجل الأحمر. فقال بيلي وهو خايف احنا لازم نجيب لاري علشان يساعد جي ويقلل من خوفه. وسأل كولين بقى هنعمل كده ازاي دلوقتي، ومع ان بيلي كان خايف الا ان هو حاول يطمن جي ويقوله ان الرجل الاحمر مستحيل يجي جنبهم هنا وان هم في امان. فجي رد عليه وقال له ان هو نال من روجر
وساعتها بيلي خاف اكتر، سأل نفسه لو الكلام ده فعلا صح وان في رجل احمر هجم على روجر ونال منه شوية كده. وبعدين كولين حاول ان هو يساعد جي علشان يطلع السرير بتاعه في الدور اللي فوق. وبعدين سأل كولين ازاي بقى هنلاقي لاري دلوقتي، وكانت عيونه مليانة خوف. بس كده خلصنا الجزء السادس من معسكر الفزع. استنوا الأجزاء الأخرى. دول كانوا جزئين، الثامن والتاسع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، شير. اكتبوا لي في الكومنتس افكار للفيديوز الجايه، واستنوا الحلقات الجايه، وباي باي.